ملي كيصدر الامر من فم كبير العائله حتى واحد ما كيقدر يعارض. الغد ليه لبسات الام لولادها حوايجهم وقلبها مقبوض. نزلات العائله الصغيره كلها، الاب، الام، زينب وخوتها، هابطين لديك الدار اللي بالقبه الخضراء. كل ما كانوا كيقربوا كل ما كانت الدنيا كتخوى. الديور بعاد والاراضي الزراعيه دايره بالدار من كل جهه. زينب حست بواحد الاحساس غريب، بحال الا ماشي غير هما اللي كيتمشاو، بحال الا معاهم الزايد. ملي وصلوا دخلوا لواحد الدار اللي بحال شي رياض كبير. البيوت دايرين على وسط خاوي. الكوزينه كانت مقسومه على جوج، جهه عاديه فيها المواعن والبلاكارات، وجهه اخرى كحله بالمرطوب ما فيها والو من غير واحد البانيو كبير. هذيك الجهه ما خلاوهمش يقربوا ليها، قالوا ليهم هذيك ماشي ديالنا، ديالهم. اما ديك القبه الخضراء فكانت عباره على بيت مبني فوق 4 ديال الساريات كبار والدروج ليه بوحدهم. غير كدوز من حداها لحمك كيتشوك عليك. هذاك هو بيت الخلوه ديال جدهم الكبير، المكان اللي بدات فيه اللعنه كلها. تجمعوا عليهم العائله ديال باهم، كيرحبوا بهم وهما كيبكيو بالدموع. كيقولوا للام ولادك فيهم دمنا، عندهم الطابع ديالنا، دم جدهم هو اللي عيط لهم. وسط ديك الجموع دخلات ديك المراه اللي تلاقاتهم في الطريق، اللي وجهها موشوم وجرى معاه ولد جديد ورجليه معوجين. وشافوا بنت اخرى جالسه في واحد القنت مشلوله ما كتحركش. زينب فهمات ان هاد العائله كتعيش وسط كابوس حقيقي. كلهم كانوا كيحترموا عمي مصطفى لواحد الدرجه ديال التقديس، الا هضر هو كلشي كيسكت ويحني الراس. ذيك الليله نعسوا في الدار الكبيره. الام ما حست بوالو، ولكن زينب وخوتها عاشوا ليله ديال الرعب. زينب حست بشي واحد كيدخل البيت في الظلام، خيال كحل كيدور عليهم وكيحط يدو على راسها وكيلعب ليها في شعرها، ومن بعد كيدوز لخوتها. الصباح رجعوا عند جداتهم، ولكن اللعنه كانت تبعاتهم. بدات كتوقع عليهم حوايج ما مفهوماش في دارهم. زينب واحد النهار شافت بواها دخل من الباب وهزات عليه الميكات، ومني طلعت تعيط لامها لقاتو ما كاينش والباب تسد. شويه عاود تحل الباب ودخل باها الحقيقي بنفس الحوايج ونفس الميكات. هذه كانت قصه زينب الحقيقيه، قصه إرث الدم اللي باقي مستمر لحد الان. كنشكروها بزاف على الشجاعه ديالها حيت شاركاتها معنا. اذا عجبتكم القصه الصادمه ديال اليوم ما تنسوش تخليو لايك وقولوا لنا في التعاليق شنو هي اكثر حاجه اثرت فيكم في هذه الحكايه. اشتركوا في القناه باش تبقاو دايما على موعد مع ملف جديد من ملفات الغموض. خوتها كانوا كينعسوا في بلاصه وكيصبحوا في بلاصه اخرى. ملي جا الصيف مره اخرى عيط لهم عمي مصطفى وقال الاب يجيبهم نيشان للدار الكبيره. في ديك الزياره زينب اللي الفضول كان كيقتلها جلسات حدا واحد العمه ديال باها وزعما تسولاتها علاش جده كتخاف منكم لهاد الدرجه. العمه شافت فيها مزيان وقالت لها بنتي، حنا القبيله كلها كتعرفنا بالمالكيين حيت زادنا مملوكين وزهريين. الحكايه كلها بدات مع جدك الكبير عبد القادر. وهنا بدات العمه كتعاود القصه الحقيقيه، القصه اللي كانت مخبيه مور سنين ديال الصمت. جدك عبد القادر كان فقيه كبير وعالم في الروحانيات، ولكن طموحه كان كبر من علمه. كان باغي يعرف كتر، بغى يتفقه في الدين، في السحر وفي كل شيء. واحد النهار جا عنده راجل من الشرق وغبر معاه سنين، وملي رجع واحد اخر. رجع بشعر والحيه طوال وعينيه مكحلين، وهز معاه صندوق فيه كتوبه قديمه ومحرمه، كتوبه مكتوبه باليد ومغلفه بجد الحيوانات، فيهم اسرار العالم الاخر. دار الخلوه ديالو الكبيره في داك البيت اللي فوق القبه. في الاول كان كيحضر غير الجن المسلم، كانوا كيعاونوه في الارض والفلاحه، والناس ولاو كيقولوا عليه المبروك. ولكن جدك ما بقاش قناع وبدا كيحضر الكفار والشياطين، ومن تما بدا العذاب. هل اللي كيتشير، هل اللي كيحماق، هل اللي كيتعوج، حيت جدك دار معاهم عهد، تعاهد معاهم على السلاله ديالو كامله،
وهما يخدموه وهو يسلم ليهم ولادو وولاد ولادو بزز منهم. مقابل هادشي وعدوه بالسلطة على قبائل الجن. بقى لداك الحال حتى لواحد الليلة مشؤومة، كان داير الخلوة ديالو وكيحاول يحضر شيطان قوي. ولدو ومراتو سمعوا الغوات ديالو جاي من البيت، فرعوا الباب اللي كان مسدود من الداخل وما لقاوهش. بحال يالله الأرض سرطاتو تبخر، لقاو غير الكتاب ديالو فوق الأرض فيه طلاسم ونقاطي ديال الدم، العهد اللي دار معاهم. من ديك الليلة العائلة تشتات، اللي عنده رفقة صالحة بحال جداتك واللي عنده الشياطين بحالنا. والعمار ديال الدار وقفوا على العائلة في الحلم واختاروا الحفيد ديالو عمك مصطفى باش يكمل الطريق ديال جدك بزز منه، وإلا لا يقتلوه. وهادشي كيتوارد جيل على جيل. اما داك الولد والبنت اللي شفتي معوجين، هادوك حاولوا يدخلوا لبيت الخلوة والخدام ديال البيت عاقبهم. زينب بقات كتسمع وهي مصدومة، فهمات كل شي. فهمات علاش باها كيخاف من عمو مصطفى، وفهمات علاش جداتها كانت كتبكي. زينب كبرات وبعدات على ديك العائلة، ولكن الإرث بقى تابعة. ولات كتلقى صعوبة في الصلاة، والقرآن كيجيها تقيجيل. وملي تزوجات وولدات، ولدها تزاد بعلامات الزهرية. والعائلة ديال باها بغاو يعالجوه بالطريقة ديالهم. ولات كتعيش في رعب دائم في دارها. الكيسان كيطرطقوا بوحدهم، التلفازة كطيح، وبنتها الصغيرة ولات كتشوف راجل غريب جالس في الصالون. القصة ديال زينب هي قصة ديال عائلة تسلمات للظلام بسبب طمع واحد. عائلة اللي كل واحد فيهم عنده قصة بوحدو، وكل واحد عنده جن مكلف بيه، وكل واحد مجبر يقدم قرابين ديال الدم بالخاطر ولا بالزز.